السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم إخواني وأخواتي. كل سنة وإنتو سالمين، والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اليوم بدنا نبدأ معكم أول فيديو من سلسلة وجبات رمضان. بدنا نعمل 30 فيديو، كل فيديو رح نحكي فيه عن الوجبات اللي نتناولها بكل يوم من أيام رمضان. في بعض الوجبات رح تكون موجودة على القناة من الأول، وفي وجبات رح نعملها جديد، واليوم أول فيديو من هالبرنامج. تابعوني بهالشهر الكريم، احضروا هذا الفيديو للآخر لتشوفوا وجبات أول يوم، ونبدأ مع بعض تحدي الكيتو لشهر كامل. وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. وأول وجبة لليوم هي صحن حمص باللحمة مع الخضار. طبعا في ناس رح يقولوا إنه الحمص مش مسموح بالكيتو دايت. بنحكي لهم يا ريت تقرأوا عن الكيتو دايت، لأنه الحمص مسموح بس بكميات قليلة، وما تهكلوا هم لأنه كل وصفاتنا مدروسة ومحسوب مكوناتها منيح لتناسبكم من غير ما تطلعوا من الكيتو دايت. بسم الله وخلينا نبدأ. أول شي بنحتاج علبة حمص حب مثل هاي. ممكن انتو تنقعوا حمص 8 ساعات بعدين تسلقوه، بس الأحسن والأسرع إن نستخدم علبة حمص مثل هيك بدون غلبة. بإناء فاضي منحط ربع كوب طحينة ومنضيف عليه عصير ليمونة، وبعدين منحط علبة الحمص الحب اللي حكينا عنها، ومنضيف عليها نص ملعقة كمون علشان النفخة. بتعرفوا إنه الكمون بشيل النفخة صح؟ بنحط عليها كمان تقريبا ملعقتين مي باردين كتير، ورشة ملح ورشة فلفل، وبعدين بنضرب هالمكونات منيح بالخلاط هيك ليصير عنا حمص مفروم وناعم. بنحط هالكمية بصحن فاضي. طبعا هاي الكمية كبيرة وفيها عدد كربوهيدرات كبير، احنا ما بنحتاجها كلها، بنحتاج بس ملعقتين. بنحط صحن الحمص على جنب، وبمقلاة فاضية بنحط ملعقتين زيت زيتون. مالها هاي القنينة مش راضية تنزل، شكلها مسكرة. المهم بنفتحها وبنحط تقريبا ملعقتين زيت زيتون، وبنحركهم شوي ليحموا بالمقلاة. بعدين بنحط 300 جرام لحمة مفرومة، وبنرش عليها ملح وفلفل وأي بهارات بتحبوها. أنا بدي أحط فلفل حار وبودرة الثوم. بعدين منحرك هاللحمة لتستوي وتصير زي هيك، وبنشيلها عن النار. وبنفس المقلاة مع نفس الزيت بنحط 100 جرام بروكلي، وبنرش عليهم ملح وفلفل، وبنقلبهم لمدة دقيقتين. وبيجي وقت تجهيز الصحن. بصحن فاضي بنحط ملعقتين حمص مطحون، وباقي الكمية ممكن نحطها بالتلاجة، ما بتخرب لا تخافوا. المهم بنشكل الحمص مثل هيك بشكل فني، على أساس أنا فنانة يعني. بنحط عليها رشة زيت، بنحط كمان عليها كمية اللحمة اللي سويناها. كتروا لحمة لأنه اللحمة مهمة بالكيتو، وإحنا صايمين وجوعانين أصلا. بعدين بنحط حبات البروكلي يلي عملناهم، ممكن نحط كمان خيارة مقطعة زي هيك بنرتبها. وإذا عنا حبات بندورة صغار زي هيك ممكن نضيفهم، وممكن كمان ترشوا شوية بقدونس وشوية فلفل حار. هاي هي خالصة، وهيك بكون عنا فطور رمضاني صحي ومشبع ورخيص. وهاي القيمة الغذائية لهاي الوجبة. إذا بتحبوا ممكن تاكلوا مع هاي الوجبة صحن الشوربة اللي بيناسبكم. ممكن شوربة زهرة، وممكن شوربة بروكلي، أو حتى شوربة عظم إذا توفر عندكم. وراح أترك لكم لينك وصفات الشوربة بصندوق الوصف. هيك بكون عنا وجبة فطور كاملة متكاملة وصحتين وعافية. وبالنسبة لوجبة السحور ممكن تعملوا هاي الوصفة: حلوية أفوكادو بالشوكولاتة. عملنا هاي الوصفة قبل هيك زمان، وحترك لكم اللينك للفيديو بصندوق الوصف. وهيك بنكون عملنا وصفات أول يوم رمضان. اعملوا هاي الوصفات إذا بتناسبكم، وتابعوني بوصفات جديدة لطول شهر رمضان. وشكرا إلكم والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين بالفيديو الثاني من برنامج الشهر الكامل للكيتو دايت على قناتي. وصفات اليوم سهلين وسريعين ومغذيين ومشبعين. إذا بدكم تشوفوا الوصفات احضروا الفيديو للآخر، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. خلص ما بدي أعيدها كل مرة، انتوا عارفين شو تسووا. بالنسبة لوجبة الفطور هي وجبة بتنجان مع لحمة. في ناس بيحكولها مطبق باذنجان، وفي ناس بيحكولها منزلة باذنجان، حسب كل واحد من وين بلده. اكتبولي بالتعليقات شو بتسموها ببلدكم لهالأكلة، وأنا رح أترك لكم اللينك للفيديو بصندوق الوصف.
ممكن تعملوها نفسها، وممكن تعملوا أي وصفة بتناسبكم من الوصفات الموجودة على القناة. خلينا نيجي على الوجبة التانية، وجبة السحور. مكوناتها بسيطة وسهلة وما بدها غلبة كتير. دقيقة بس أسكر الخزانة. بنكسر بيضتين بصحن فاضي، بنرش عليهم رشة ملح ورشة فلفل وأي بهارات بتحبوها. أنا بدي أضيف زعتر ناشف، وبنخفقهم منيح. بعدين بنضيف نص كوب جبنة موزاريلا، بنحطهم على البيض وبنحرك منيح ليصير عنا زي هيك مثل العجينة. ممكن تضيفوا ربع كوب طحين لوز، بس مش ضروري إذا مش متوفر عندكم. بنحرك منيح. بعدين بدنا شريحتين أو 3 بندورة يكونوا حلوين زيكم أو زي هيك. على مقلاة على النار بنحط ملعقتين زيت زيتون وبندهن المقلاة فيهم. بعدين بنضيف مقدار ملعقة من خليط البيض والجبنة وبنظبطهم هيك زي القرص. ممكن تعملوا العدد يلي بدكوا إياه. وبعدين بنحط شرحات البندورة على كل قرص من قراصها الجبنة. بنحط كمان شوية جبنة وبيض فوق قرص البندورة. بس للأسف الكاميرا وقفت وما صورنا هاي اللقطة، بس إنه فهمتوا شو عملنا. بنغطي المقلاية لمدة دقيقتين ليستوي البيض شوي. بعدين بكل لطافة وحنية بنقلبها على الوجه التاني شوي شوي. شايفين كيف؟ وبنغطي المقلاة لمدة دقيقة أو دقيقتين. دقيقة أشوف إذا إنها استوت، وهيها استوت من الوجه التاني. بنشيل قراص هالبندورة والبيض وبنحطهم على صحن التقديم، وهاي هي خالصة. ممكن نحط جنبها صحن سلطة صغير، وهاي هي القيمة الغذائية لكل قرص. بكون عنا أحلى وأسرع سحور. طبعا ما بدي أقولكم إنه هذا القرص قديش بشبع. أنا أكلت واحد وما قدرت أكمله. جربوا هاي الوصفة لأنها سهلة وبسيطة، واحكولي شو رأيكم فيها بقسم التعليقات. وانتظروني بالفيديو الجاي، وشكرا إلكم والسلام. دقيقة المصور بحكي لي بده يجرب يدوق. تفضل حبيبي. على فكرة المصور بكون زوجي. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد ووصفات جديدة للكيتو دايت. اليوم حضرت لكم وصفتين بيتزا بس بعجينة بدون أي نوع طحين وبدون زهرة، ما بتاخد منكم وقت طويل لتعملوها. كعكات شوكولاتة بتناسب الكيتو للناس اللي بيحبوا يحلوا. بس بالأول اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات زي ما بحكي لكم كل مرة. اشتركوا علشان نضل أصحاب وحبايب. السلام عليكم ورحمة الله. خلينا نبدأ من غير ما نضيع وقت. في البداية بنحتاج صدرين دجاج مسلوقين. إذا ما بتعرفوا تسلقوا صدر دجاج بعمل لكم وصفة لتتعلموا كيف. المهم بنجيب صدرين دجاج وبنفتفتهم زي هيك. ممكن تعملوها بالشوكة أو بالسكينة، ما بتفرق. بنحط صدر الدجاج المفتت بصحن فاضي وبنكسر عليه بيضتين ونضيف كوب جبنة موزاريلا أو أي نوع جبنة بتحبوه. بعدين بنرش عليه رشة زعتر ورشة ملح ورشة فلفل ونخلط هالمكونات منيح. وممكن تلبسوا كفوف وتستخدموا ايدكم وتعجنوا المكونات منيح مع بعض. بعدين على صينية عليها ورق زبدة بنحط رشة زيت زيتون وبنفردها منيح. وبنجيب العجينة اللي عملناها من شوي. أوبس شكلها كبيرة، معناته بناخد نصها، نص التاني ممكن تحطوه بالفريزر ليوم تاني. نفرد العجينة منيح لتصير زي هيك. بنحطها بفرن درجة حرارته 200 لمدة 15 دقيقة. وبهذا الوقت بدنا نحضر المكونات اللي بدنا نحطها على وجه البيتزا. ممكن فطر، حبات بندورة صغار، فلفل حلو أو أي شي بتحبوا تحطوه. وبعد ما يخلص الوقت بنطلع العجينة من الفرن. شوفوا كيف صارت محمرة ومقمرة. خليني أتأكد إذا استوت من تحت. هيها مستوية وجاهزة. بنحط على عجينة البيتزا ملعقتين صلصة بيتزا، ونحط عليها كمان 50 جرام جبنة موزاريلا والخضار اللي عملناها من شوي، الفطر والفلفل والبندورة. ممكن كمان نحط شوية زيتون مقطع، وبنرش كمان 50 جرام جبنة موزاريلا تانية، وبنحطها بالفرن لمدة 10 دقايق لتدوب الجبنة وتصير زي هيك. خلينا نحطها على لوح التقطيع ونقطعها. رح اتركلكوا على الشاشة القيمة الغذائية لهاي البيتزا كاملة، وانتو حرين بتاكلوا الكمية اللي بتناسبكم. وهيك بصير عنا بيتزا جاهزة وبتناسب الكيتو دايت. خليني أدوق. مو والله زاكية. المصور كمان بحكيلي بده يدوق. تفضل حبيبي. على فكرة المصور زوجي. أكمل أنا أكل البيتزا. وبالنسبة لوصفة الحلو هي بسكوتة شوكولاتة. عملنا هاي الوصفة زمان وطلعت زاكي كتير. رح اتركلكم اللينك بصندوق الوصف للناس اللي بتحب تعملها. وهيك بكون الفيديو خلص. اعملوا لايك وشير إذا سمحتوا،
وخبروا عنا أصحابكم وأحبابكم، وشكرا إلكم والسلام. الوصفة اللي طلبتوها مني كتير بالتعليقات واللي عملها طلع سهل كتير ومكوناتها تقريبا متوفرة، باستا للكيتو دايت. برحب فيكم أعزائي المشاهدين بفيديو جديد ووصفات جديدة لشهر رمضان. بالفيديو اليوم بدنا نعمل للفطور وصفة باستا مع دجاج وخضار، وبالسحور بدنا نعمل بيض مع أفوكادو. إذا كنتم من الناس اللي بتسحروا احضروا الفيديو للآخر لتشوفوا طريقة التحضير والمكونات، واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم حبايبي. بالبداية بنجيب 3 بيضات بنحطهم بإناء الخلاط، وبنضيف عليهم ربع كوب طحين لوز، وملعقة صمغ الزنثان أو ألياف السيليوم، وملعقتين جبنة كريمية، وبس. بنحطهم بالخلاط وبنخلطهم منيح ليصير شكلهم زي العجينة مثل هيك. وبعدين على صينية الفرن عليها ورق زبدة بنحط هالعجينة وبنفردها منيح. حاولوا انه تكون مفرودة على شكل مستطيل وتكون رقيقة كتير مثل هيك. نحط هالعجينة بالفرن على درجة حرارة 160 لمدة 10 ل 15 دقيقة، وبعد ما تطلع من الفرن بنحطها على جنب شوي لتبرد. وهلأ بدنا نحضر المكونات اللي بدنا نضيفها على الباستا. بمقلاة على النار بنحط ملعقتين زيت زيتون، وبعد ما يسخن الزيت بنضيف عليهم صدر دجاجة مقطع، وبنرش عليه ملح وفلفل، ونستنى عليه ليتحمر. وبعد ما يتحمر بنشيله عن النار وبنحطه بصحن فاضي على جنب. وعلى نفس المقلاة اللي عملنا فيها الدجاج بنحط ملعقة زبدة وبنضيف عليها نص كوب كريمة طبخ وبنحرك منيح. بعدين بنضيف 100 جرام بروكلي وبنحرك منيح، وآخر إشي بنحط نص كوب جبنة موزاريلا وبنحركها منيح. وبعدين بنجيب قطع الدجاج اللي ستوناها من شوي، بنحط شوي منهم على خليط الجبنة والبروكلي، ويا حذركو شو بنعمل؟ بنحرك منيح. ممكن تضيفوا البهارات اللي بدكو إياها، أنا حطيت زعتر ناشف وفلفل حار، وكمان بنحرك منيح. وبعدين بنشيل هالخليط عن النار وبنحطه على جنب. وبهذا الوقت بتكون عجينة الباستا بردت، بنقطعها بقطعة البيتزا هيك على شكل شرائط باستا. طبعا ما تخلوها كتير عريضة، يعني يكون حجمها مثل هيك. شايفين كيف؟ بنحط عجينة الباستا على خليط الكريمة والدجاج، بنقلبهم منيح وبلطف بس ما يكونوا على النار. وبعد ما يمتزجوا منيح بنحطهم بصحن التقديم، وبنحط عليهم قطع الدجاج اللي عملناهم من شوي. وهيك بكون عنا وجبة فطور مغذية ومشبعة. أنا الصراحة ما قدرت أكملها من كتر ما هي مشبعة. ممكن نرش عليها شوية فلفل حار، بناكلها مع صحن سلطة أوراق خضراء. خليني أدوق كيف طعمها. شوفوا كيف شكلها زي الباستا بالضبط. وهاي القيمة الغذائية لهاي الوجبة. وبالنسبة لوجبة السحور رح تكون حبات أفوكادو محمرين مع بيض. وجبة سهلة وما بتاخد وقت طويل لتعملوها، وبتناسب الناس اللي بدها سحور صحي وسريع. حترك لكم الرابط لوجبة السحور بالتعليقات. إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وانتظروني بالفيديو الجاي، والسلام. وصفة اليوم من النوع السهل والسريع. كتير منكم حكولي بدنا وصفات شوربة، علشان هيك عملت لكم هالوصف. شوربة دجاج مع الخضار، مغذية وخفيفة ولطيفة. إذا بدكم ممكن تحطوا جنبها معجنات كيتو دايت، بصير عندكم وجبة فطور خارقة. أو ممكن تاكلوا معها وصفة سلطة البتنجان هاي، ورح أترك لكم رابط الوصفات بصندوق الوصف. بس بالأول زي ما بتعرفوا زي كل مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان أستمر بعمل وصفات الكيتو دايت. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. بالبداية لهاي الوجبة بنحتاج صدرين دجاج. ممكن تستخدموا الأفخاد إذا بتحبوا، بس الأحسن يكون صدر ويكون مشيول عنه العظم. بالبداية وعلى مقلاة حامية على النار بنحط صدرين دجاج، ونحط فوقهم تقريبا لتر مي سخنة أو ليتغطسوا زي هيك. ممكن نحط عليهم البهارات اللي بدنا إياهم، حبات قرنفل، ورقتين غار. صحيح شو بتسموا ورق الغار ببلدكم؟ اكتبولي بالتعليقات شو بتسموا. وبعدين بنرش رشة ملح وتقريبا ملعقة زيت زيتون. بنخلي صدر هالدجاج ينسلق على نار هادية لمدة ربع ساعة. ممكن تحطوا معاه شوية زنجبيل للطعم، وممكن تحطوا حبات فلفل أسود كمان للطعم. بنغطي المقلاة أو الطنجرة اللي بنشتغل فيها وبنترك صدر الدجاج ليستوي. وبعد ما تغلي المي بربع ساعة بنتأكد إنه استوى، منشيل صدر الدجاج على جنب. بس لا تكبوا المي لأننا بنحتاجها. مصفاة وصحن فاضي بنصفي مرقة الدجاج،
بعدين بنمسك صدر الدجاج المسلوق وبنفتته مثل هيك. طبعا انتو حرين تفتتوه بالحجم اللي بدكم اياه، انا بحب القطع تكون كبيرة زي هيك. بعدين بمقلاة فاضية أو بطنجرة فاضية بنرجع مرقة الدجاج اللي صفيناها من شوي، وبنجيب قطع الدجاج المفرومة وبنرجعها على المرقة. ممكن نرش رشة فلفل ورشة ملح وبنحرك منيح. بعدين بنضيف الخضار المقطع، ممكن تضيفوا أي خضار بتحبوه. أنا بدي أحط نص حبة فلفل أحمر حلو، تقريبا كم حبة فطر مقطعين، وكمان تقريبا 100 جرام بروكلي، بس أنا بحب القطع تكون كبيرة وإنتو حرين ممكن تعملوها بالحجم اللي بدكم إياه. بنحرك هالمكونات منيح مع بعض، بعدين بنغطيهم على نار هادية لتستوي الخضار شوي، وهاي هي بتكون جاهزة. بنجيب صحن فاضي بنحط فيه الكمية اللي بتناسبنا. على فكرة هاي الكمية ممكن تعمل صحنين كبار، يعني بتكفي شخصين أو شخص واحد جوعان كتير. يعني زوجي مثلا ما بتكفيه هاي الكمية، وهيك بكون عنا صار صحن شوربة مغذي وخفيف ولطيف. وزي ما حكيت لكم إذا بدكم تاكلوا معه وجبة تانية ممكن تاكلوا معه معجنات الكيتو أو أي وصفة تانية من الوصفات الموجودة على القناة. وممكن إذا بدكم للسحور تعملوا كاسة هالحلو هاي، بس ديروا بالكم لا تاكلوا كتير عشان وزنكم ما يزيد. وهيك بنكون عملنا وصفات اليوم الخامس من برنامج رمضان. اكتبوا لي بالتعليقات شو بتحبوا أعمل وصفات كمان، واعملوا لايك وشير لهالفيديو، وخبروا عنا أصحابكم وأحبابكم. وشكرا إلكم والسلام. من أسهل وأسرع وأنسب الوجبات للكيتو دايت اللي ممكن تعملوها بحياتكم، زاكية ومشبعة ومكوناتها مش كتير، والصراحة ما لقيت إلها اسم، بس خلينا نحكي اسمها حساء اللحم بالكريمة. وجبة مشبعة ويمكن ما تحتاجوا تتناولوا وجبة تانية معها، ممكن تاكلوا معها صحن سلطة صغير وبس، وأنا بضمن لكم تضلوا شبعانين طول اليوم. بس إذا حسيتوا حالكم بدكم تحلوا أو بدكم تاكلوا وجبة تانية على السحور، اعملوا هاي الوصفة: كعكات جوز الهند، حلوية سهلة وسريعة. بس بالأول اشتركوا بالقناة وساعدوني أوصل نص مليون مشترك حتى أكمل أعمل معكم وصفات الكيتو، كل الوصفات اللي بتحبوها. يلا خلينا نبدأ. جاهز للتصوير؟ يلا خلينا نبدأ. على مقلاة على النار بنحط ملعقتين زيت زيتون وبنستنى ليسخن شوي. بعدين بنحط تقريبا 300 جرام لحمة مفرومة وبنقلبها شوي مع الزيت. بعدين بنضيف عليها رشة ملح ورشة فلفل وبنقلب منيح. بعد شوي بنضيف رشة بابريكا ورشة فلفل حار للي بحبه وملعقة صغيرة كمون وبنقلب منيح. وبنرجع بعدين بنحط نص بصلة مقطعة وسنين توم مفرومين وبنحرك منيح. واخر شي بنحط نص حبة فلفل مقطعة وبنقلبها منيح مع اللحمة، واذا بتحبوا ممكن نحط ملعقتين صلصة بندورة وكمان بنحرك منيح. واخر اشي بدنا نحطه ملعقتين كبار جبنة كريمية، واذا مو متوفر عندكم ممكن تحطوا اي نوع جبنة بتحبوه، جبنة كيري، كريمة طبخ او اي نوع متوفر عندكم. شايفين كيف انا بعمل لكم وصفات مكوناتها متوفرة؟ بعدين بنضيف كوب مرقة دجاج او مرقة عظام أو أي نوع مرقة موجودة عندكم، وإذا مش متوفر ممكن بس تحطوا كاسة مي. بنرش رشة بقدونس أو كزبرة حسب شو متوفر عندكم وبنحرك منيح. بعدين بنترك هالمكونات تغلي لمدة دقيقتين لثلاث دقايق، وبعد ما تستوي بنحطها بصحن التقديم. ترى الكمية كبيرة وممكن تكفي شخصين أو ثلاث لأنه الوجبة مشبعة. بس استنوا بعدنا ما خلصنا. ممكن نضيف على الصحن نص حبة أفوكادو مقطعة ورشة جبنة موزاريلا وشوية زيتون مقطع، شوية فلفل حار مقطع ورشة بقدونس هيك عشان يصير شكله حلو. وهيك بنكون خلصنا وصفة الفطور. حتى أنا هاي بدي أدوق لقمة كتير مشبعة وكتير زاكي، وهاي هي جاهزة. اعملوا هاي الوصفة وخبروني بالتعليقات شو رأيكم فيها. وبالنسبة للوجبة التانية كعكات جوز الهند، ممكن تعملوها وتتسحروا فيها، تاكلوها مع كاسة شاي أو فنجان قهوة. راح اترك لكم لينك الفيديو بصندوق الوصف. إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واحكوا عن قناتي لأصحابكم وأحبابكم. شكرا إلكم والسلام. سلطة مع لحمة يعني ستيك سلad. شو بدي أسمي هاي الوصفة؟ اسمها بالإنجليزي صعب ونسيت حتى شو اسمها، مع إنه مكوناتها سهلة وبسيطة وعملها سهل كتير. اقترحوا علي اسم لهالوجبة بالتعليقات خليني أشوف. هاي بالنسبة للوجبة الأولى. وبالنسبة للوصفة الثانية هي عبارة عن أقراص بروكلي مع البيض، تنفع للسحور إذا بدكم تتسحروا إشي خفيف ولطيف. وزي ما تعودنا كل مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات، وخلينا نبدأ لأني ما بحب تضييع الوقت.
مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. على مقلاع على النار دقيقة مالها مش راضية تسخن، يمكن الغاز مش شغال. لا هيو شغال. على مقلاع على النار بنحط ملعقتين زيت زيتون وبنستناهم يسخنوا شوي. بنحط بعدين 300 جرام لحمة مفرومة وبنقلبها منيح. بعدين بنجيب نص بصلة مقطعة وسنين توم مهروسين وشوية فلفل حار للناس اللي بيحبوا الحار وملعقة خل بلسمي إذا متوفر عندكم. بنرش عليها رشة ملح ورشة فلفل وبنحرك منيح. والله أنا بهالقناة قضيتها أحرك منيح، كله عشان تكونوا مبسوطين وراضيين. اكتبولي بالتعليقات إذا أنتم مبسوطين وراضيين. وبعد ما تستوي هالمكونات مع بعض بنجيب تقريبا 200 جرام ملفوف مقطع. ممكن تجيبوا اللونين اللي زي هيك، ملفوف أحمر وملفوف أبيض. بنحطهم بالمقلاة. إذا بدكم الملفوف يكون فيه قرشة بتحطوه لمدة دقيقتين ل3 دقايق، بس إذا بدكم إياه يكون طري بتحطوه لمدة أطول، يعني تقريبا 5 دقايق. وممكن للناس اللي بتحب الحار نحط شوية فلفل حار أو بابريكا. وبنحرك هالمكونات منيح. وهاي هي بنحطها بصحن التقديم. بنحطها بصحن التقديم بتكون جاهزة للأكل. تقريبا عمل هالأكلة ما أخذ معي أكتر من 20 دقيقة. ممكن ترشوا عليها شوية بصل أخضر مقطع وصحتين وعافية. وهاي القيمة الغذائية لهاي الوجبة. بدي أحكي لكم تاكلوا معها صحن سلطة، بس هي أصلا نفسها صحن سلطة، وكمان بتناسب الناس اللي عندهم حساسية من الألبان والأجبان وبيقدروا ياكلوا منها وصحتين وعافية. وبالنسبة للوجبة الثانية أو السحور هي أقراص بروكلي مع بيض، كمان سهلة وسريعة. رح أترك لكم اللينك تبعها بآخر الفيديو وكمان بصندوق الوصف. إذا عجبكم هالفيديو اعملوا له لايك وشير مع أصحابكم وأحبابكم، واكتبوا لي بالتعليقات شو أعمل وصفات جديدة. وشكرا لكم والسلام. أنا مبسوطة. تعرفوا ليش؟ مبسوطة لأنكم ضغطتوا على هذا الفيديو، ومبسوطة لأنه حظكم حلو جابكم لأحسن وصفة دجاج مشوي حتشوفوها بحياتكم. بسموها دجاج بيري بيري، والمشهور فيها مطعم ناندوز. مكوناتها سهلة وموجودة بكل بيت، وزي ما بتعرفوا أنا ما بحب أضيع وقت، وعشان هيك اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. بالبداية بنحتاج دجاجة متوسطة مثل هيك مغسلة ومنظفة. بنلبس كفوف وبنجيب مقص من تبعون الطبخ، مش مقص خياطة. بنقص الدجاجة من النص زي هيك. بنشيل الرقبة والعمود الفقري تبع الدجاجة، والأحسن إنه دايما نلبس كفوف لما نتعامل مع الدواجن عشان جرثومة السالمونيلا. بنقص هاي القطعة من الدجاجة. طبعا لا ترموها، حطوها على جنب لأنه ممكن نعمل منها مرق الدجاج، أو حطوها بالفريزر إذا بدكم. بنتأكد إنه الدجاجة نظيفة منيح وناشفة. بعدين بنلف رجلين الدجاجة مثل هيك وبنضغط بقوة على صدر الدجاجة لنسمع فيه صوت عظم انكسرت. هيك بنتأكد الدجاجة صارت جاهزة للشوي. بعدين بنجيب بهارات بابريكا وبنغطي هالدجاجة فيها، وما ننسى نقلبها على الوجه التاني كمان ونغطيها بالبهارات ونتأكد إنها مغطية منيح من جميع الجهات لتصير مثل هيك. بعدين بدنا نعمل الصلصة اللي بدنا ندهن فيها هالدجاجة. بنحتاج نص بصلة مقطعة، كم حبة توم مقشرين، برش ليمونة، كم حبة فلفل حار مقطعين للناس اللي بيحبوا الحار، وكم ورقة غار منتفين. وبنحتاج كمان ملعقة خل وعصير نص ليمونة، تقريبا 3 أو 4 ملاعق زيت زيتون، ورشة ملح ورشة فلفل. وإذا بدكم كمان ممكن تحطوا ملعقتين صلصة بندورة. بنخلط هالمكونات منيح ليصير عنا عجينة مثل هيك. بعدين بكل لطافة وبحنية بنفرد هاي الصلصة على الدجاجة ليصير شكلها هيك. وما ننسى كمان نحط الصلصة على الجهة التانية. إذا بدكم تحسوا بالطعم مزبوط خلوا الدجاجة بالثلاجة لمدة 24 ساعة مع هاي الصلصة. بس إذا أنتم مستعجلين زيي بنبدأ شغل على طول. على مقلاع على النار بنحط ملعقتين زيت زيتون، وبعدين بنحط الدجاجة تبعتنا، والأحسن نحط فوقها وزن زي هيك. بنخليها من دقيقتين ل3 دقايق بس لتتحمر من الوجهين. وممكن من الزيت اللي طلع من هاي الدجاجة فرشاي نرجع ندهن الدجاجة فيها. بعدين بنشيل هاي الدجاجة ونحطها بفرن درجة حرارته 250 لمدة 50 دقيقة. كل 10 دقايق تقريبا طلع هالدجاجة من الفرن وبندهنها بالصوص اللي نزل منها. إذا حسيتوا إنه الصوص قرب ينشف ممكن تحطوا بقاع المقلاة شوية مرق الدجاج. وآخر شي بدنا نعمل الصلصة اللي بدنا نحطها جنب هالوجبة. طنجرة فاضية منحط ملعقتين زبدة ومنحط باقي الصلصة اللي عملناها ونقعنا فيها الدجاجة.
بنعصر عليها كمان نص ليمونة، وبنحط ملعقتين زعتر ناشف إذا بتحبوا، وبنحرك منيح ليصير عنا صلصة زي هيك. وبهذا الوقت بتكون هالحلوة استوت. بندهنها آخر مرة بالصوص اللي نزل منها ونجهز للأكل. دجاجة مشوية، شوفوا كيف مستوية ودايبة بس بنفس الوقت مقرمشة. جربوا هاي الوصفة مع صوص البيري بيري، واكتبولي بالتعليقات إذا بتحبوا أعمل لكم وصفات سهلة زي هيك. وشكرا إلكم والسلام. مش وصفة واحدة ولا وصفتين ولا 3 وصفات، 4 وصفات شوربة للكيتو دايت. وبنفع كمان إذا انتو ما بتعملوا كيتو دايت. شوربات سهلة وزاكية ومشبعة وسريعة التحضير. في منهم ممكن ناكلهم جنب الفطور، في منهم ممكن يكونوا وجبات كاملة مشبعة. احضروا الفيديو للآخر لتشوفوا الوصفات واحكولي أي أكتر وحدة عجبتكم منهم. بس بالأول إذا انتم مش مشتركين اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات، وإذا انتم مشتركين اعملوا لايك وشير للفيديو حتى تكبر القناة ونضل مستمرين بعمل الوصفات اللي بتحبوها. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. أول وصفة رح تكون الشوربة اللي بتحبوها، شوربة بروكلي مع الكريمة. على مقلاة على النار بنحط ملعقتين زيت زيتون، بنحط فوقهم نص بصلة مقطعة وبنحركهم منيح. بعدين بنضيف سنين توم مقطعين وبنحركهم منيح، وبنحط رشة ملح ورشة فلفل وبنحرك كمان منيح. بعدين بدنا نضيف كوب مي ونتركه ليغلي، بس الأحسن لو تضيفوا مرق دجاج أو لحمة. وبعد ما تغلي المي بنجيب 200 جرام بروكلي مغسل ونضيف، بنقلبه شوي مع المكونات وبنغطي هالمقلاة لمدة 10 دقايق ليستوي البروكلي. وبعد ما يستوي البروكلي بنجيب هاي الأداة اللي بتفرم وبنفرم البروكلي ناعم زي هيك. بعدين بنضيف نص كوب كريمة طبخ، تقريبا ملعقة زبدة، وبنحرك هالمكونات منيح. ممكن كمان نرش ملح وفلفل. نستنى على المكونات ليغلوا على نار هادية، وهيك بصير عنا أول نوع شوربة. ممكن نزينه بقطعة بروكلي مثل هيك ونرش عليه ملعقة كريمة طبخ ورشة فلفل، بكون الطبق جاهز. شوربة بروكلي مغذية ومفيدة، وهاي القيمة الغذائية لهاي الكمية. وبنيجي على الوصفة الثانية. لا تفكروا لأنه لونها أصفر إنها شوربة عدس. هاي مش شوربة عدس، هاي شوربة فليفلة. بداية بنحتاج حبتين أو 3 حبات فلفل حلو. أنا بدي أستخدم اللون الأصفر لأنه لونه حلو على التصوير، انتو استخدموا اللون اللي بدكم إياه، بس ديروا بالكم كل لون فيه له قيمة غذائية بتختلف عن اللون التاني. على صينية فرن عليها ورق زبدة بنحط حبات الفلفل، بنرش عليهم شوية زيت زيتون، وبعدين بنحطهم بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة أو لينشووا ويصيروا زي هيك. بعدين بنحطهم بصحن وبنغطيهم بورق نايلون. هاي العملية بتسهل علينا نشيل القشر عنهم، وبعد تقريبا 10 دقايق بنطلع حبات هالفلفل بنشيل عنهم القشر وبنقطعهم مكعبات مثل هيك وبنحطهم على جنب شوي. بعدين بطنجرة فاضية بنحط ملعقة زيت زيتون وسنين توم مقطعين، تقريبا نص بصلة مقطعة، ومنقلبهم منيح. طبعا بنرش عليهم ملح وفلفل. بعد ما نحركهم منيح مع بعض بنجيب قطع الفلفل ونحطهم بهاي الطنجرة وبنحرك منيح. وبعدين بنضيف كوب مرقة دجاج، ممكن تحطوا مرقة دجاج أو مرقة عظام، أي نوع مرقة عندك. نقلب هالمكونات منيح مع بعض. بعدين بالخلاط اليدوي بنخلطهم منيح، ممكن تحطوهم بأي خلاط وتخلطوهم. نستنى على هالشوربة لتغلي شوي على النار. بعدين بنخلطها بالصحن، شكلها زي شوربة العدس ولا أنا غلطانة؟ ممكن نرش عليها شوية فلفل حار أو بابريكا بس للزينة. وهاي هي بتكون جاهزة، شوربة فلفل حلو مغذي وخفيف، وهاي القيمة الغذائية لهذا الصحن. وللوصفة الثالثة بنحتاج حبتين ل3 حبات بتنجان، بنحطهم على صينية فرن عليها ورق زبدة، بنرش عليهم شوية زيت زيتون، بعدين بنحطهم بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة لينشووا ويصيروا زي هيك. وبعد ما يبردوا بنشيل عنهم القشر وبنحط اللب بصحن فاضي، وبنرجع كمان مرة بطنجرة فاضية على النار بنحط ملعقتين زيت زيتون، نص بصلة مقطعة، سنين توم، وبنقلب منيح. بعدين بنجيب قطع البتنجان بنحطهم بالطنجرة وبنقلبهم منيح. طبعا بنرش ملح وفلفل، وهون بتضيفوا كوب مرق عظام أو كوب مرق الدجاج وبتستنوا عليها تتغلي. وبعد ما تغلي بنحط عليها ملعقة جبنة كريمية وبنحركها معها منيح.
وبعد ما تدوب الجبنة بنجيب الخلاط اليدوي وبنخلط هالمكونات منيح ليصيروا ناعمين متل هيك، وبنحطها بالصحن، وممكن نرش عليها شوية سمسم وزعتر وشوية زيت زيتون للتزيين، وصحتين وعافية. أزكى صحن شوربة. وخليت لكم أطيب وصفة للآخر، شوربة دجاج مع الكريمة. بالبداية منجيب صدرين دجاج، ممكن تستخدموا الأفخاد إذا بدكم. على طنجرة على النار منحط ملعقتين زيت زيتون، كوبين مي سخنة. بعدين بنحط صدرين الدجاج وبنرش عليهم ملح وفلفل، وبنخليهم تقريبا 20 دقيقة لينسلقوا. على لوح تقطيع بنقطعهم هيك مكعبات أو بالقطع اللي بتحبوها. وبعدين على طنجرة فاضية على النار بنحط ملعقتين زبدة وبنسخنهم منيح، وبعدين بنضيف سنين توم، نص بصل مقطع، وبنحرك منيح. بعدين بنحط قطع الدجاج اللي سلقناهم من شوي وبنحركهم منيح، وما ننسى نرش رشة ملح ورشة فلفل، وإذا بدكم ممكن نحط فطر مقطع، وكمان بنحرك منيح. وآخر إشي أنا بحب أحط زعتر ناشف، بيعطي طعم زاكي للصحن. وبنضيف كوب مرقة دجاج أو مرقة لحم. بعدين آخر إشي بنحط كوب كريمة طبخ، بنقلب منيح ونترك هالمزيج يغلي شوي. بعدين على صحن التقديم شوربة الدجاج مع الكريمة زاكية ومشبعة، ممكن نزينها بشوية بابريكا بس للمنظر، وهيك بتكون جاهزة. وهاي القيمة الغذائية لهاي الوجبة. وهيك حبايبي بنكون عملنا 4 وصفات شوربة للكيتو دايت. إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وخبروني بالتعليقات إذا بدكم أعمل وصفات جديدة. وشكرا لكم والسلام. حتنبسطوا كتير لما تحضروا هذا الفيديو، ورح تنبسطوا أكتر إذا جربتوا تعملوا هاي الوصفة سينابون للكيتو دايت. وصفة طلبتوها كتير وأخيرا قدرت أعمل لكم إياها. وحتنبسطوا كمان وكمان لما تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. وشكرا، مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. وخلونا نبدأ لأني ما بحب أضيع وقت. بصحن فاضي منحط كوب مي وملعقة خميرة صغيرة وربع ملعقة عسل صغيرة. وما حدا يكتب لي بالتعليقات العسل مش كيتو، لأنه الخميرة رح تاكل العسل. كونوا متأكدين إنه ما رح يكون في عسل بالوصفة لما تاكلوها. أعيد ولا فهمتوا؟ الخميرة رح تاكل العسل، ما رح يكون في عسل بالوصفة لما تاكلوها. بنحرك الخميرة منيح، بنحطها على جنب حتى تاكل العسل براحتها، يعني 10 دقايق. بنحط نص كوب سكر دايت، أي نوع سكر بتحبوه، ونص كوب زبدة دايبة وبنحرك منيح. بعدين بنحتاج 3 بيضات، بس بنكسر كل وحدة لحاله وبنحرك. بنكسر بيضة وبنحرك، بنرجع بنكسر كمان بيضة وبنحرك، وآخر شي بنحط ملعقة فانيلا وبنحرك. وخليني أنظف شوي قبل ما نكمل لأني بحب أشتغل على نظافة. بصحن فاضي بنحط كوب طحين جوز الهند، ويمكن تزبط بطحين اللوز، وملعقة صغيرة بيكنج باودر، وملعقة كبيرة قرفة، وملعقة كبيرة صمغ الزنثان، وبزبط تستخدموا كمان ألياف السيليوم. وبنرش رشة ملح وبنحرك منيح. وبعدين وإحنا مشغلين الخلاط بنحط المكونات الجافة على المكونات السائلة وبنحركها منيح. بعد شوي بتلاقوها جمدت شوي زي العجينة. إذا حسيتوا إنها رخوة ممكن تحطوا عليها شوية طحين جوز الهند. المهم بالآخر يكون شكلها مثل هيك. بنغطيها بورق نايلون ونتركها تتخمر لمدة ساعة. وبهذا الوقت بنحضر حشوة العجينة. بنجيب 60 جرام زبدة وتقريبا ربع كوب سكر دايت وملعقة قرفة كبيرة، ونحرك هالمكونات لتصير مثل هيك زي العجينة. وبهذا الوقت بتكون العجينة خمرت. بنحطها على ورق زبدة، فوقها ورقة زبدة تانية، وبنفردها بهذا المرق. حاولوا اعملوا شكلها مستطيل زي هيك، وإذا ما زبطت معكو قصوا الأطراف الزايدة وارجعوا ركبوها على العجينة الأصلية. بعدين بنجيب عجينة السكر والزبدة بنفردها على عجينة جوز الهند مثل هيك، وبنمسك طرف العجينة وبكل حنان بنلفها زي هيك شكل أسطواني. وبعد ما نخلص لف بسكينة حادة بنبدأ نقطع العجينة على شكل دوائر، وانتبهوا ما تكون تخينة كتير ولا تكون رفيعة كتير. نرتب هاي الدوائر على صينية الفرن، بنغطيها لمدة 15 دقيقة لترتاح، وبعدين بنحطهم بالفرن على درجة حرارة 220 لمدة 40 دقيقة أو ليستوي ويصيروا هيك. بكون صار عنا ألذ وأزكى سينابون يناسب الكيتو وصحي ولذيذ. وحسب المكونات اللي استخدمناها هاي القيمة الغذائية لكل قطعة من هالقطع. إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وخبروني بالتعليقات إذا بدكم أعمل وصفات جديدة. وشكرا لكم والسلام. خلينا نحكي الصراحة،
انتوا بدكوا وجبات سهلة وسريعة وتكون زاكية وموفرة، وأنا عملت هاي القناة علشان أعمل وجبات سهلة وسريعة وزاكية وموفرة. علشان هيك عملت لكم اليوم وصفتين سهلين وسريعين، واحدة بتنفع للفطور وواحدة بتنفع للسحور. وجبة الفطور هي أفخاذ دجاج تندوري وجنبها صحن شوربة، والوصفة التانية بتنفع للسحور أو بتنفع فطور إذا انتم مستعجلين كتير وبدكوا فطور خفيف ولطيف. بس زي ما عودناكم، اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. وشكرا. ويلا نبدأ لأني ما بحب أضيع وقت. لهاي الوصفة بنحتاج كوساية واحدة، ممكن تستخدموا أي نوع كوسة، بس أنا جبت هاي لأنها حلوة للتصوير، وعلى الأغلب ما رح أستخدمها كلها لأنها كبيرة. بنحتاج أول إشي إنه نبرش هاي الكوساية، بس دقيقة، هاي المبرشة بتطلع القطع صغيرة وناعمة وأنا بدي القطع تكون خشنة شوي. بنجيب مبرشة زي هيك. المهم بدنا نبرش نص هالكوساية، وبالنهاية بده يطلع معكو إشي زي هيك، يعني ممكن يكون حجم هالكمية 100 أو 150 جرام كوسة مبروشة. بنحط هالكوسة المبروشة في صحن فاضي ونحط عليها تقريبا كوب جبنة موزاريلا، وصحن فاضي على جنب بنحط ملعقة زيت وبنفردها هيك. بعدين بدنا نجيب 3 بيضات، بنصير نكسر هالبيضة فوق صحن الجبنة والكوسة ونحط البياض فيها بس، أما الصفارة بنحطها على الصحن اللي فيه الزيت زي هيك. ما بدي أعيد هالعملية كتير عشان شكل بياض البيض مش حلو، بس يعني انتو فاهمين الموضوع. بنكسر بيضة وبنحط الصفارة على جنب والبياض مع صحن الكوسة والجبنة. اكتبولي بالتعليقات إذا في عندكم طريقة تانية لنفصل البيض عن الصفار. بعدين بنحط ملعقتين طحين لوز، إذا مش متوفر عندكم عادي ممكن بدون طحين لوز، وبنرش عليهم رشة ملح ورشة فلفل، ونخلط هالمكونات منيح. بعدين على مقلاة على النار نحط ملعقتين زيت زيتون أو 3. شكلي كترت زيت زيتون. نستنى لما يسخن. شوف سخن؟ لا بعده، خلينا نستنى كمان شوي. وبعد ما يسخن الزيت بنحط ملعقة من خليط الجبنة والكوسة، بنشكلها هيك زي العش، عش بلبل، عش عصفور، عش اللي بدكوا اياه. ممكن نعمل 3 عشوش أو 3 أعشاش. اكتبولي بالتعليقات هي جمع العش عشوش ولا أعشاش. بعدين بكل لطافة وبساطة بنحط صفار كل بيضة بواحد من هاي العشوش أو الأعشاش، وبنستنى شوي لتنو نشوف انه اطراف هالعش صارت محمرة مثل هيك. بعدين نيجي بكل لطافة وبنقلب هالعش للجهة الثانية، كمان بنستنى شوي لتنو يستوي من الجهة الثانية. اشوف اذا استوى. هيو مستوي وجاهز. بنشيل كل قرص من اقراص هالبيض وبنحطه على صحن التقديم. ممكن ترشوا عليه شوية شطة حمراء للناس اللي بتحب الحار. وخليني اقسمه بالنص لنشوف كيف مستوي او لا. مستوي وشكله حلو، وهاي القيمة الغذائية لكل قرص من هالأقراص. وبالنسبة للوجبة الثانية، دجاج تندوري بفرن البيت، وصفة سهلة ولذيذة وأنا متأكدة رح تشبعكم، واللينك تبعها بصندوق الوصف. اكتبولي بالتعليقات إذا عجبكم الفيديو، ولا تنسوا تعملوا لي لايك وشير واحضروا الفيديوهات القديمة وتابعوني بالفيديوهات الجديدة. وشكرا لكم والسلام. خلينا نحكي الصراحة، انتوا بدكوا وجبات سهلة وسريعة وتكون زاكية وموفرة، وأنا عملت هاي القناة علشان أعمل وجبات سهلة وسريعة وزاكية وموفرة. علشان هيك عملت لكم اليوم وصفتين سهلين وسريعين، واحدة بتنفع للفطور وواحدة بتنفع للسحور. وجبة الفطور هي أفخاذ دجاج تندوري وجنبها صحن شوربة، والوصفة التانية بتنفع للسحور أو بتنفع فطور إذا انتم مستعجلين كتير وبدكوا فطور خفيف ولطيف. بس زي ما عودناكم، اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. وشكرا. ويلا نبدأ لأني ما بحب أضيع وقت. لهاي الوصفة بنحتاج كوساية واحدة، ممكن تستخدموا أي نوع كوسة، بس أنا جبت هاي لأنها حلوة للتصوير، وعلى الأغلب ما رح أستخدمها كلها لأنها كبيرة. بنحتاج أول إشي إنه نبرش هاي الكوساية، بس دقيقة، هاي المبرشة بتطلع القطع صغيرة وناعمة وأنا بدي القطع تكون خشنة شوي. بنجيب مبرشة زي هيك. المهم بدنا نبرش نص هالكوساية، وبالنهاية بده يطلع معكو إشي زي هيك، يعني ممكن يكون حجم هالكمية 100 أو 150 جرام كوسة مبروشة. بنحط هالكوسة المبروشة في صحن فاضي ونحط عليها تقريبا كوب جبنة موزاريلا، وصحن فاضي على جنب بنحط ملعقة زيت وبنفردها هيك. بعدين بدنا نجيب 3 بيضات، بنصير نكسر هالبيضة فوق صحن الجبنة والكوسة ونحط البياض فيها بس، أما الصفارة بنحطها على الصحن اللي فيه الزيت زي هيك. ما بدي أعيد هالعملية كتير عشان شكل بياض البيض مش حلو، بس يعني انتو فاهمين الموضوع. بنكسر بيضة وبنحط الصفارة على جنب والبياض مع صحن الكوسة والجبنة.
اكتبولي بالتعليقات إذا في عندكم طريقة تانية لنفصل البيض عن الصفار. بعدين بنحط ملعقتين طحين لوز، إذا مش متوفر عندكم عادي ممكن بدون طحين لوز، وبنرش عليهم رشة ملح ورشة فلفل، ونخلط هالمكونات منيح. بعدين على مقلاة على النار نحط ملعقتين زيت زيتون أو 3. شكلي كترت زيت زيتون. نستنى لما يسخن. شوف سخن؟ لا بعده، خلينا نستنى كمان شوي. وبعد ما يسخن الزيت بنحط ملعقة من خليط الجبنة والكوسة، بنشكلها هيك زي العش، عش بلبل، عش عصفور، عش اللي بدكوا اياه. ممكن نعمل 3 عشوش أو 3 أعشاش. اكتبولي بالتعليقات هي جمع العش عشوش ولا أعشاش. بعدين بكل لطافة وبساطة بنحط صفار كل بيضة بواحد من هاي العشوش أو الأعشاش، وبنستنى شوي لتنو نشوف انه اطرافها العش صارت محمرة مثل هيك. بعدين بنيجي بكل لطافة وبنقلب هالعش للجهة الثانية. كمان بنستنى شوي لتنو يستوي من الجهة الثانية. اشوف اذا استوى. هيو مستوي وجاهز. بنشيل كل قرص من اقراص هالبيض وبنحطه على صحن التقديم. ممكن ترشوا عليه شوية شطة حمراء للناس اللي بتحب الحار. وخليني اقسمه بالنص لنشوف كيف مستوي او لا. مستوي وشكله حلو. وهاي القيمة الغذائية لكل قرص من هالأقراص. وبالنسبة للوجبة الثانية دجاج تندوري بفرن البيت، وصفة سهلة ولذيذة وأنا متأكدة رح تشبعكم، واللينك تبعها بصندوق الوصف. اكتبولي بالتعليقات إذا عجبكم الفيديو، ولا تنسوا تعملوا لي لايك وشير، واحضروا الفيديوهات القديمة وتابعوني بالفيديوهات الجديدة. وشكرا إلكم والسلام. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم حبايبي بفيديو جديد ووصفات جديدة للكيتو دايت. بالفيديو اليوم مجهزت لكم وصفتين، واحدة بتناسب الفطور واحدة ممكن تناسب السحور أو بتنفع تحلاية بعد الأكل. بالنسبة لوصفة الفطور هي ملفوف محشي جبنة ولحمة وبتناسب الكيتو دايت. وصفة سهلة ولذيذة وزاكية. احضروا الفيديو للآخر لتشوفوا هالوصفة، بس طبعا بعد ما تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. وشكرا لكم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم. ويلا نبدا لاني ما بحبش اضيع وقت. هذا الغاز مين حاطه هون؟ ما بنحتاجه هلا، خليه على جنب. بالبداية وعلى صينية فرن عليها ورق زبدة بنجيب مقدار كوب جبنة موزاريلا، بنحطهم هيك على شكل دوائر، بس ديروا بالكم وخليهم بعيدين شوي عن بعض. بنشيل هالصينية وبنحطها فرن درجة حرارته 200 لمدة 10 دقايق أو لتذوب الجبنة. وهلأ بنجيب الغاز على طنجرة على النار. ليش بعيدين؟ قربوا عشان تشوفوا. على طنجرة على النار بنحط تقريبا 50 جرام توت أحمر مثل هاد. بنحط عليهم ملعقة سكر دايت اللي بناسبكم طبعا، ملعقتين عصير ليمون وملعقتين مي، وبنحرك هالمكونات منيح ليغلوا شوي. بعدين بملعقة التحريك بنبدأ نهرس حبات التوت لينهرسوا كلهم ويصيروا زي هيك زي الشراب. بنترك هالمزيج يغلي شوي ليصير تخين وبنحطه على جنب. بعدين بصحن فاضي بدنا نجيب كوب جبنة كريمية، بنحط عليها ملعقة سكر دايت اللي بناسبكم طبعا، وملعقتين كريم الطبخ، وبنحرك منيح ليصير عندنا خليط زي هيك زي اللبنة يعني، بس مش لبنة. وبهذا الوقت بتكون أقراص الجبنة استوت وصارت زي هيك. بنجيب أي أدتين عنا، ممكن تحطوا علب مربى أو علب مخلل أو أي شي عندكم، بنثبتهم بنحط عليهم أي مغرفة فوقهم. بعدين بنعلق قراص هالجبنة وبنستناهم ليبردوا. بعد ما يبرد قرص الجبنة بصير عنا شكل مثل التاكو، وبنكرر هالعملية مع كل قراص الجبنة. بس ديروا بالكم انه نعمل هاي العملية مع كل قراصة جبنة قبل ما يبردوا. وبعدين بنمسك كل قرص من قراصة جبنة نحط فيه ملعقة جبنة كريمية وملعقة من صوص التوت الأحمر. بصير عنا حلوية زاكية وسهلة وبسيطة. خلينا نعيدها: جبنة كريمية، صوص التوت الأحمر، بتكون عنا جاهزة. ممكن تحطوا شوية من صوص التوت الأحمر على جنب إذا بدكم. ممكن إذا بدكم كمان تحطوا حبات من التوت الأحمر جوا السندويشة إذا بدكم تسموها سندويشة. وهيك بكون عنا حلوية زاكية وبتناسب الكيتو للناس اللي بيحبوا يحلوا بعد الأكل. وهاي القيمة الغذائية لهاي الوجبة. وبالنسبة للوجبة الثانية للملفوف المحشي رح أترك لكم الرابط بصندوق الوصف. ولا تنسوا تعملوا لي لايك وشير واحضروا الفيديوهات القديمة وتابعوني بالفيديوهات الجديدة. وشكرا لكم والسلام. من أسهل وأسرع الوصفات اللي ممكن تعملوها، يعني إذا صار وقت الفطور وإنتم محتارين ومش عارفين شو تعملوا ممكن تسووا هالوصفة. مكوناتها سهل كتير وعلى الأغلب متوفرة عند الجميع. وصفة سهلة وسريعة وأنا بعملها دايما لما أكون محتارة شو أطبخ. إذا حسيتوا إنها ممكن ما تشبعكم ممكن تعملوا معها صحن هالشوربة هاد، أو ممكن تعملوا المعجنات هاي. احضروا الفيديو للآخر لتشوفوا كل هاي الوصفات واعملوا لايك وشير.
بس بالأول اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، ويلا نبدأ. بالبداية بنحتاج 3 صدور دجاج، طبعا ممكن تعملوا 1 أو 2 اللي بيناسبكم. بنمسك صدر الدجاج وبنفتحه من النص ليصير شكله زي القلب، يا قلبي انتو. وبعدين بنحط عليه رشة ملح ورشة فلفل، وبنحتاج بعد هيك مكعب زبدة، ممكن يعني نقصها زي هيك مكعبات أو مربعات. وبنحتاج كمان نص حبة بندورة بنقطعها شرايح وبنحتاج كمان كم شرحة جبنة موزاريلا، وبنفع تستعملوا المبشورة ولا المبروشة، شو بتسموها انتو؟ اكتبولي بالتعليقات. وبعدين بنيجي على طريقة التحضير. على كل صدر من صدور هالدجاج بنحط مكعبين زبدة صغار. كتير هاي الوجبة سهلة وسريعة، وكتير أنا بعملها لزوجي وبناتي. بعد ما نحط مكعبات الزبدة بنحط شرحتين بندورة لكل صدر دجاج، أو شرحة بندورة مقسومة من النص، بنرتبهم مثل هيك. بعدين بنجيب قطع جبنة الموزاريلا بنحطها فوقهم، وبنمسك صدر الدجاجة وبنسكره هيك، وبسكينة حادة بنشرح صدر الدجاج حتى يستوي من جوا، وبنرجع بنرش عليه شوية ملح وشوية فلفل. وبصينية ممكن تدخل على الفرن بنحط رشة زيت زيتون، وبنضيف صدور الدجاج فيها، ممكن نرش عليهم رشة بابريكا إذا بتحبوا، وبنحطها بفرن درجة حرارته 200 لمدة 30 دقيقة أو ليستووا ويصيروا مثل هيك. بس استنوا بعدها ما خلصت الوصف. بنحط رشة بصل أخضر حتى يعطيها شوية طعم. بعدين بنرجع بنجيب كمان شرحة من جبنة الموزاريلا اللي قطعناها من شوي، بنرجع بنحطها فوق صدور الدجاج مثل هيك، وبنرجع هالصينية على الفرن لمدة 3 ل 5 دقايق لتدوب الجبنة. وهيك بصير عنا أسرع وأسهل وجبة فطور أو غدا ممكن تعملوها. بنحطها على صحن التقديم، ممكن نرش عليها شوية بابريكا. شوفوا كيف مستوية والجبنة دايبة. ممكن تاكلوا معها صحن سلطة أو صحن الشوربة هاد. تركت لكم اللينك للوصفات بصندوق الوصف. إذا عجبكم هالفيديو اعملوا له لايك وشير، ولا تنسوا تحضروا الوصفات القديمة، وانتظروني بالوصفات الجديدة. وشكرا لكم والسلام. لا حبايبي، هاي مش كرات عوامة ولا الجيمات. هاي الوصفة الأولى لليوم، وأنا طلبت منكم بالتعليقات تكتبولي شو أسمي هاي الوصفة. في ناس حكولي قمر رمضان، في ناس حكولي خلية نحر رمضانية، في ناس حكولي هلال رمضان، وأسماء كتير. خلينا نشوف لآخر الفيديو شو بده يطلع معنا اسم حلو. اكتبولي انتو بالتعليقات شو ممكن تسموا هاي الأكلة إذا إجا عندكم ضيف وشافها وسألكوا عن اسمها. وبالنسبة للوصفة الثانية واللي ممكن تزبط مع هاي الوصفة، هي صحن شوربة صحي ولذيذ. بس قبل ما نشوف هالوصفات اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. وشكرا. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. يلا نبدأ لأني ما بحب أضيع وقت. بإناء فاضي بدنا نحط كوبين جبنة موزاريلا، وبنضيف عليهم ملعقتين جبنة كريمية، وبعدين بنحطهم بالميكروويف لمدة دقيقة أو دقيقة ونص ليدوبوا على بعض مثل هيك. بعد ما يطلعوا من الميكروويف بنحركهم منيح، بعدين بنضيف عليهم بيضتين وبنحرك منيح. وبعدين بدنا نحط نص كوب طحين جوز الهند، وممكن تستخدموا طحين اللوز إذا بتحبوا. بنحط كمان ملعقتين صغار بيكنج باودر. بنحرك هالمكونات منيح ليصير عنا عجينة مثل هيك. بعدين بنجيب ورقة زبدة وبنحط عليها نقطة زيت زيتون وبنفردها منيح. بنحط فوقها العجينة عشان ما تلزق، وبنحط كمان على ورقة تانية كمان نقطة زيت بنفردها منيح. بنحطها فوق العجينة وبنفرد العجينة منيح. بعدين بأداة تقطيع العجينة اللي زي هيك بنفع تستخدموا أي شي دائري للتقطيع. بدنا نقطع هالعجينة على شكل دوائر عشان الكرات يطلعوا بنفس الحجم. وبالنسبة للعجينة اللي زادت لا ترموها، ارجعوا جمعوها واعجنوها وافردوها، وكمان قطعوها دوائر. وبنيجي لحشوة العجينة، ممكن تحطوا أي حشوة بدكم إياها، بس أنا حبيت أجرب 3 أنواع حشوات. في حبات حشيتهم لحمة، وفي حبات حشيتهم لبنة وزيتون، في حبات حشيتهم جبنة موزاريلا. وانتو حرين استخدموا الحشوة اللي بدكم إياها. ممكن إذا بدكم تحطوا شوكولاتة بتطلع حلوية مش أكلة مالحة. وبعد ما نخلص حشو هالعجينة منجيب صحن فاضي منحطه بصينية فرن عليها ورق زبدة، منرتب هالكرات حواليه على شكل هلال. احذرولي هالهلال كم محبة فيه، أنا بقول 25 كرة، انتو برأيكم 25 ولا أكتر ولا أقل؟ اكتبولي بالتعليقات. بعد ما نرتب كرات هالعجين على صينية
صينية الفرن بنكسر بيضة وبنخفقها منيح، وبفرشاية الأكل بندهن هالكرات هيك عشان يطلعوا بلمعوا حلوين زيكم. بعدين ممكن نحط شوية سمسم ورشة حبة البركة كمان ليصير عنا هالشكل الحلو. بعدين بنشيل هالصينية وبنحطها بفرن درجة حرارته 220 لمدة 20 دقيقة لتتحمر وتصير جاهزة. يا ترى قدرتوا تلاقوا اسم لهالوصفة؟ أنا بدي أسميها معجنات هلال رمضان. ممكن تاكلوا معها صحن سلطة، ممكن تاكلوا معها صحن هالشوربة هاد. راح أترك لكم اللينك تبعه بصندوق الوصف. تنفع وجبة للفطور، وبتنفع لو أكلتوا كم حبة منها على السحور مع كاسة شاي لأنها مشبعة وزاكية. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وخبروا عني أصحابكم وأحبابكم والناس اللي بيحبوا الكيتو، وانتظروني بالفيديو الجاي. وشكرا إلكم والسلام. السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم حبايبي بفيديو جديد ووصفات للكيتو دايت. اليوم بدي أعمل لكم وصفة خبز توست سهلة وسريعة، وبدنا نعمل كمان سندويشتين بهذا الخبز. المشكلة بهاي الوصفة إنها بطحين اللوز، وإنتو دايما بتحكولي إنه طحين اللوز غالي. اكتبولي بالتعليقات انتو بأي بلد وكم سعر كيلو طحين اللوز ببلدكم. أنا عبير، ولا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. أهلا وسهلا فيكم، وخلينا نبدأ بدون ما نضيع وقت. بالبداية بصحن فاضي بنحط 3/4 كوب طحين لوز، وبنضيف عليهم ملعقتين بيكنج باودر وبنخلطهم منيح. بعدين بنحط 4 بيضات، بنخفق هالمكونات منيح، وبنحط عليهم ربع كوب زيت زيتون، وبنحرك منيح ليصير عنا مزيج متل هيك. وبعدين بإناء فاضي ممكن يدخل على الميكروويف، بنرش عليه مادة مضادة للالتصاق، أو ممكن ندهنه بزبدة إذا ما توفر عنا. بنحط المزيج بالإناء، بعدين بنحطه بالميكروويف لمدة دقيقتين، أو بفرن عادي درجة حرارته 220 لمدة 5 دقايق. وبعد ما يطلع من الفرن بنحطه على لوح تقطيع متل هيك، وبنستنى عليه ليبرد. وبعد ما يبرد ممكن نقطعه من النص. شوفوا قديش طري وشكله اسفنجي. هاي الكمية ممكن تعمل لنا سندويشتين كبار. نقسم نص رغيف من النص متل هيك ليصير عنا قطعتين توست. شوفوا كيف شكله نفس التوست العادي. وهسا بدنا نعمل أول سندويشة، قطعة توست مع الأفوكادو. بس بالبداية بدنا نحضر البهارات اللي بدنا نرشها عليها. بإناء فاضي بنحط ملعقة كبيرة حبة البركة، أو لا أقولكوا هيك الكمية كتير، خلينا نرجعها. وبإناء فاضي بنحط ملعقة صغيرة حبة البركة، وبنحط عليها ملعقة صغيرة سمسم، وبدنا نبرش عليها كمان ليمونة. دقيقة دقيقة، كيف بنمسكها هاي؟ مش ظابطة معي. أيوة هيك. نبرش ليمونة كاملة زي هيك، وبعدين بنحط ملعقة فلفل حار للي بحب، وبنحرك منيح. خليني أرجع أمسح الطاولة. أيوة هيك الأمور طيبة. على مقلاة على النار بنحط ملعقة زيت زيتون، وبنجيب قطعة توست من اللي عملناها وبنحطها بالزيت، وبعد ما تتحمر بنقلبها على الوجه التاني، وبنخليها تتشرب الزيت وتتحمر منيح. بعدين بنشيلها ونبدأ نعمل السندويش. بنجيب حبة أفوكادو بنقسمها من النص، وبنشيل عنها القشرة، وبنعملها شرحات وبنرتبها فوق قطعة التوست، وبنرش عليها شوية ملح وشوية فلفل، وممكن نحط عليها عصرة ليمون، وآخر شي بنرش عليها البهارات اللي عملناها من شوي. ممكن كمان نحط نص حبة الأفوكادو التانية جنبها، وكمان نرش عليها البهارات اللي عملناهم. وهاي هي بتكون وجبة جاهزة، وجبة مغذية ومشبعة وسهلة وسريعة. بدكم ترجعوا تشوفوها كمان مرة؟ هياها. وهاي القيمة الغذائية لهاي الوجبة. ونيجي على الوجبة الثانية، سندويش التوست مع بيض وجبنة. بإناء فاضي بنحط 3 بيضات وبنضيف عليهم ملح وفلفل وبنخلطهم منيح. بعدين على مقلاة فاضية على النار بنحط ملعقة زبدة ونستناها تدوب، وبعدين بنحط البيض المخفوق اللي عملناه، وبنجيب قطع التوست وبنغطسهم بالبيض على الوجهين. بنستنى 3 دقايق ليجمد البيض شوي. بعدين بنقلب البيض هيك 1 2 3. يس، زبطت من أول مرة الحمد لله. بنمسك أطراف البيض المخفوق وبنتني زي هيك فوق الخبز. وبعدين بنجيب 50 جرام جبنة موزاريلا أو أي نوع جبنة بتحبوه وبنضيفه عليها، وبنمسك طرف التوست وبنتنيه زي هيك لتصير عنا زي السندويشة فرنش توست يعني. بنخلي هاي السندويشة على النار لمدة دقيقتين لتدوب الجبنة، وهاي هي خالصة.
نقسمها من النص. نقسمها من النص. شوفوا كيف الجبنة بتمد. ممكن نقسمها من الربع إذا شايفينها كبيرة. سندويشة سهلة وسريعة ومشبعة، وهاي القيمة الغذائية لهاي الوجبة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وابعتوه لأصحابكم وأحبابكم، وانتظروني وانتظروني بالفيديو الجاي، والسلام. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم حبايبي. اليوم مجهزت لكم 3 وصفات سهلين وسريعين بالبتنجان. اكتبولي بالتعليقات شو بتسموا البتنجان ببلدكم؟ باذنجان، بيتنجان، سودا، وبتعرفوا كمان من وين إجا اسم بيتنجان؟ اكتبولي بالتعليقات من وين إجا هذا الاسم إذا بتعرفوا، واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد، كل ما عملنا وصفة جديدة. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. بالأول بدنا نعمل وصفة بتنجان متبل، وصفة سهلة وبسيطة. بنجيب حبتين بتنجان حجمهم متوسط، بنحطهم على صينية فرن عليها ورق زبدة، بندخلهم بالفرن على درجة حرارة 220 لمدة 25 ل 30 دقيقة، وبس ينشوا مثل هيك بنطلعهم من الفرن. كيف صاروا 3 حبات؟ أنا حطيت حبتين بالفرن، غريبة هاي والله. المهم بنقص أطراف البتنجانة من فوق، وبنفتحها من النص بالسكينة. بعدين بملعقة بنفصل لب حبة البتنجان عن القشر، بنعيد هاي الحركة مع باقي حبات البتنجان. وبعدين بنقطع لب البتنجان بالسكينة مثل هيك، بنفرمه يعني، بنحطه جوا الخلاط أو الوعاء اللي بدنا نخلط فيه إذا متوفر عندكم، وبنحط عليه ملعقة طحينة، ولك انزلي وعصير ليمونة ورشة ملح ورشة فلفل إذا بتحبوا. وبالخلاط بنخلط هالمكونات مع بعض منيح ليصير عنا مزيج ناعم مثل هيك، وهاي هي خالصة. اكتبولي بالتعليقات شو ممكن تضيفوا بهارات على صحن المتبل. بنحط هالمزيج بالصحن وبنشكله هيك بشكل حلو إذا إجا عبالكم. بنحط عليه كمان ملعقة زيت زيتون ورشة بقدونس، ممكن كمان نحط كم حبة رمان بيعطوا طعم زاكي للصحن. وعلى فكرة مسموح معنا شوية رمان بالكيتو دايت. وهاد هو صحن بتنجان متبل جاهز للأكل، وهاي القيمة الغذائية لهاي الوجبة. وبنيجي على الوجبة التانية لليوم، حبة بتنجان مشوية مع لحمة، وهاي بنتي بتحكي عنها إنها زاكية لما عملنا الفيديو. بنجيب حبة بتنجان متوسطة زي هيك، وبنقصها شرحات بالطول، بس ما بنفصلها من الآخر، يعني بدها تكون موصولة مع بعض، شايفين كيف؟ وبصحن فاضي بنحط رشة ملح ورشة فلفل وملعقة شطة وملعقة كركم، 3 ملاعق مي، بنخلطهم منيح. بعدين بفرشاي مثل هاي بندهن حبة البتنجان بالتتبيلة كل الجهات زي هيك. بعدين على مقلاة على النار بنحط 2 ل 3 ملاعق زيت زيتون، وبنجيب حبة البتنجان وبنحطها بالمقلاة، وبنبدأ نرش عليها من زيت الزيتون السخن. وبعد 2 أو 3 بنقلب حبة البتنجان على الوجه التاني، وبنبدأ كمان نحط عليها من زيت الزيتون السخن هيك لتنها تتحمر وتستوي. بعدين منشيلها من المقلاة وبنحطها بصحن فاضي على جنب، وبنفس المقلاة مع نفس الزيت اللي ضايل نحط نص بصلة مقطعة ومنقلبها منيح، وبعد ما تتدبل بنحط عليها 500 جرام لحمة. وعلى فكرة هاي الوجبة بتكفي من 2 ل 3 أشخاص. بنحط على اللحمة ملح وفلفل وملعقة بابريكا وملعقة كركم، وبنبدأ نقلب اللحمة لتمتزج مع باقي المكونات. بعدين بنضيف كم حبة بندورة صغيرة مقطعة وبنقلبها مع المكونات، وآخر شي بنضيف نص كوب مي وبنحرك شوي، وبنغطي المقلاة لمدة من 5 ل6 دقايق لتستوي اللحمة. وبعد ما تستوي اللحمة بنحط حبة البتنجان اللي قليناها من شوي، بنحط عليها شوية من صلصة البندورة واللحمة، وآخر شي بنرش عليها رشة بقدونس وبتكون جاهزة. وجبة مغذية ومفيدة ومشبعة، وممكن تكفي 3 أشخاص، وهاي القيمة الغذائية لهاي الوجبة. وآخر وصفة من وصفات اليوم، صحن سلطة بالبتنجان مع جبنة وبصل أخضر. بداية بدنا حبة بتنجان متوسطة وحبتين فلفل حلو، بنغسلهم وبنضفهم منيح.
ودقيقة دقيقة المخرج بيحكي لي لازم أجيبهم زي هيك. بنقطع حبة البتنجان شرحات زي هيك، بعدين بنقطعها على شكل مكعبات أو الحجم اللي بيناسبكم. بنقطع كمان حبات الفلفل بعد ما نشيل منهم البذر، وعلى صينية فرن عليها ورق زبدة بنفرد هالخضار، بنرش عليها رشة ملح ورشة فلفل وتقريبا ملعقتين زيت زيتون، وبنحط هالصينية بالفرن على درجة حرارة 220 لمدة 20 دقيقة. وبعد ما تطلع من الفرن بنحطها بصحن وبدنا نعمل التتبيلة. لتحضير التتبيلة بنحط ملعقتين خل بلسمي مع رشة ملح ورشة فلفل وبنحركهم منيح. بعدين بنديرهم على الخضار المشوي وبنقلبهم منيح، وبكون صار عنا صحن سلطة صحي. بنحط عليها تقريبا 100 جرام مكعبات جبنة موزاريلا وشوية زيت زيتون، وإذا بدكو شوية بصل أخضر مقطع، وبتكون خالصة. صحن سلطة مشبع وسريع وخفيف ولطيف. إذا بدكو أعملولكوا وصفات بخضار تانية كمان اكتبولي بالتعليقات، ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني بالفيديو الجاي، والسلام. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم حبايبي. اليوم بدنا نعمل 3 وصفات سهلين باستخدام الزهرة أو القرنبيط حسب شو بتسموها ببلدكم. ويا ريت كل واحد من المشاهدين يكتب لي بالتعليقات هو من أي بلد وشو بسموا هاي الخضار عندهم. وكمان اكتبوا لي إذا بتحبوا أعمل وصفات سهلة وسريعة مثل وصفات اليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. أهلا وسهلا فيكم. أول وصفة لليوم ممكن تكون فطور وممكن تكون عشاء سريع حسب شو بتحبوا. بنجيب راس زهرة صغير وبنشيل عنه الأوراق والساق، وبنقطع قطع الزهرة من النص متل هيك. ما بدنا قطع صغيرة كتير ولا تكون كبيرة كتير، يعني متوسطة. بنحطهم بمصفاة وبنغسلهم منيح، وبعدين على طنجرة على النار بنحط مي وبنرش عليها رشة ملح صغيرة ونستناها تغلي. وبعدين بنحط قطع الزهرة ونسلقها لمدة 5 دقايق، وبعد ما تستوي بنشيلها من المي وبنرجعها على المصفى. وعلى مقلاة على النار بنحط ملعقتين زيت زيتون ونستناهم ليسخنوا شوي. بعدين بنضيف 3 أسنان توم مقطعين وبنحركهم منيح. بعدين بنضيف ملعقة بابريكا وبنقلبها مع الزيت والثوم. وآخر شي بنجيب قطع الزهرة بنحطها بالمقلاة وبنقلبها مع بعض لمدة 3 دقايق. وهاي هي ولا أسهل. بنحط هالأكل بصحن وبنزينها برشة بقدونس وصحتين وعافية. خليني أدوق. طيبة وزاكية. وهاي القيمة الغذائية لهاي الوجبة. الوصفة التانية ستيك بس بالزهرة. بنجيب راس زهرة بنحاول نقطع منه قطعة كبيرة زي هيك. شايفين كيف شكلها زي الستيك؟ بنرش عليها ملح وفلفل على الجهتين. بعدين بمقلاة على النار بنحط ملعقتين زيت زيتون وبنحط قطعتين الزهرة على الزيت متل هيك. وبعد دقيقتين أو 3 بنقلبهم على الوجه التاني لما نحس إنهم اتحمروا. بعدين بنجيب 50 جرام زبدة بنحطهم بالمقلاة، وكمان ممكن نجيب عودين روزميري وسنين توم. ولما تدوب الزبدة بنبدأ نحط الزبدة على قطعتين الزهرة زي ستيك بالضبط. وبعد ما تتحمر قطع الزهرة من الوجهين بنشيل هالمقلاة وبنحطها بفرن درجة حرارته 220 لمدة 5 دقايق. بهذا الوقت بدنا نحضر صلصة الجبنة. بمقلاة فاضية على النار بنحط نص كوب كريمة طبخ، وبعد ما تسخن شوي بنضيف عليها ربع كوب جبنة شيدر وربع كوب جبنة موزاريلا. بنحركها منيح لتدوب الجبنة. بتصير عنا صلصة جبنة زاكية ولذيذة. وآخر شي بنطلع قطعة ستيك الزهرة من الفرن، ممكن نرش عليها شوية بقدونس أو فلفل حار، وبنحط جنبها صلصة الجبنة وصحتين وعافية. أكلة زاكية ولذيذة وسريعة ومشبعة. اكتبولي بالتعليقات إذا عجبتكم أو لا. آخر وصفة سلطة بالزهرة والبروكلي. صحن سلطة صحي ولذيذ، ممكن تاكلوه على العشاء أو ممكن تاخدوه معكو على الشغل تتغدوا فيه. بنجيب 200 جرام زهرة و200 جرام بروكلي مغسلين ومنضفين وبنفرمهم قطع صغيرة. وبمقلاة على النار بنجيب 50 جرام لوز مقطع شرائح. بنحمرهم شوي، ما نحرقهم بس بنحمرهم.
وإذا بدكم ممكن نحط شوية ملفوف أحمر، نفرمه قطع خشنة زي هيك، بنضيفه على الزهرة والبروكلي، وبنضيف كمان اللوز المقطع. إذا ما عندكم لوز ممكن تحطوا أي نوع مكسرات بتحبوه. وآخر شي بدنا نعمل الصلصة لهاي السلطة. بنضيف ربع كوب مايونيز، اكتبولي بالتعليقات إذا بدكم طريقة المايونيز للكيتو. بنحط عليها عصير ليمونة وملعقة خل إذا بتحبوا. بنرش عليها ملح وفلفل وبنحركها منيح. بعدين بنضيف هالصلصة على صحن السلطة وبنخلطها كلها كويس. وهيك صار عنا صحن سلطة صحي وسريع وزاكي. ممكن ناكله على العشاء أو ممكن ناكله لما نحس حالنا جوعانين، وهاي القيمة الغذائية لهالوجبة. وهيك حبايبي بنكون عملنا 3 وصفات باستخدام الزهرة. إذا بتحبوا أعمل وصفات تانية من الزهرة اكتبولي بالتعليقات، أو إذا بدكم أعمل لكم وصفات بخضار تانية كمان اكتبولي بالتعليقات. ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني بالفيديو وانتظروني في وانتظروني بالفيديو الجاي، والسلام.